السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. اليوم البنات غنشارك معكم روتيني ديال النهار، شنو كندير من كنفيق. المهم البنات، اول حاجه كنبدا بها هي العجينه. سواء اي حاجه كنت ندير، مثلا دابا غندير غير عجينه ديال رغيفات مورقين وغنعمرهم على شكل سيجار. فضروري العجينه خاصها تكون مرتاحه، هي الاولى كنبدا بها. المهم البنات انا ما كندلكها حتى شي حاجه، غير كنجمعها وكنخليها خفيفه، تنجمعها في سلوفان غذائي وكنخليها. هذه اول حاجه كنبدا بها. تاني حاجه البنات، الا كنت غنصاوب حريره او اي حاجه، المهم انا اليوم غنشارك معكم الصوبه، الطريقه كيفاش كنصاوبها. المهم البنات، كان عندي الربيع والقزبور والكرافس في الفريغو، جبدتهم درت واحد طريف د اللحم. المهم درت البنات اللفت، البصله، ليشون حطيته في الشبكه باش نعاود نغسلو واخا مغسول. المهم قريعه حمراء هادي خيزو البنات. المهم الخضيره كامله غنقيها وغنغسلها وغنقردها تقريده كبيره، لاني ما عنديش مشكل، انا كنطحن كل شيء، فلذلك ما كنبقاش نقرد فيها قصيره ولا صغيره. المهم نغسل الخضره مزيانه البنات نعاود نغسلها ونقردها عاوتاني. المهم البنات، اي خضره عندكم في الدار تقدروا تستعملوها، جلبانه، لاريكو، اي خضيره، خس، اي حاجه. المهم انا هذه هي الخضيره اللي متوفره عندي، هي اللي غندير بها الصوبه اليوم ان شاء الله. المهم البنات غنمرق الكوكوط مزيان وغندير فيها التوابل. درت ليه بزار، خرقوم، سكينجبير، مليحه، زويسه ديال العود. غنزيد البنات المرقه ونسد عليها دغيا غتوجد. المهم كنوريكم المراحل، كان كل حاجه كنصاوبها باش تجيني ساهله. المهم البنات هي وجدات، غنطحنها بالميكسور صافي وغنسدها ونخليها على جنب باش ندوز الاشياء اخرى. المهم هذه الشعريه ديال الروز البنات رطبها هي الاولى باش نوريكم واحد الحشوه غزاله 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 غزاله. مع ان الحوت غالي، غنوريكم كيفاش ترجعوا طريفات ديال لادانت بحشوه ديال بسطيله ديال الحوت. المهم البنات، هنا درت البصله، صبور معدنوس، درت الزبده، زويته بلديه، الحامض مصير والثومه، خلاتها بتشي شويه. المهم البنات درت هنا لادانت، خليته حتى هو تشحر، من بعد درت فوق منه ديك الشعريه ديال الروز وغنخليه مزيان تلبس بديك لاصوص. وجدات غنحطها في طبيصل باش تبرد ليا، باش ما تقطع لياش الحشوه، عفوا باش ما تقطع لياش الورقه ديال السيجار. دابا غنبقى نشكل كويرات البنات. غندير رغيفات، غندير كل وحده في وسط وحده، ندير 4 في وسط بعضياتهم باش من نجي نطلقها تعطيني واحد التوريقه زوينه. المهم هذه هي الاخرى وغنزيد ندير وحده اخرى باش نعمرهم. المهم دابا من صاوبتهم نخليهم يرتاحوا، ندوز ندير الحشوه الثانيه ديال الطاكوس. المهم غندير ديك الكميه ديال البصله اللي بقات، حيت قطعت كميه وحده، والثومه هي درت كميه وحده فرقتها على جوج. دير شويه ديال الزويته روميه. المهم خليتها تشحرات مزيان ودرت فيها التوابل ديال الطاكوس، ودابا درت دانون مسوس. المهم راه تنسلق البيضه البنات، درت لاصوص ديال الصوجا،
دابا غنشكل هاد السيجار هادو. شديت حوش رغيفه وحده، طلقتها ورقتها مزيان كما كتشوفوا. دابا غنبدا نشكل، قطعتها وغنبدا نشكل على حساب انا الطريقه ديال السيجار. المهم البنات كتشدوا وحده كتزيدوا تورقوها، كتقطعوها بديك القطعه ديال البيتزا. الا ما عندكمش ممكن تستعملوا غير الموس. المهم كنعمر، كنلويها وكنقطع على هاد الشكل هذا. صافي كنبقى نحط في اللاطه ديالي حتى كنكمل الحشوات كاملين، السيجار كاملين بنفس الطريقه. ولا ممكن ديروا تشكيله واحده اخرى ماشي مشكل، المهم لكم الاختيار. المهم ها هي عمرتها حتى الطارع عاوتاني الرغيفه الاخرى حتى هي طلقتها، وغنعمرها بنفس الطريقه حتى نكمل كلشي معكم. المهم هنا ندهنهم. هنا دايره بيضه وشويه ديال الخل باش ما تجيش فيهم ريحه الزفر. المهم البنات الطريقه الثانيه، خديت الطاكوس، الخبز ديال الطاكوس، وغنوريكم قطعته وغنسدو بالطحين والماء على هاد الشكل كورمي. فعاود ما تشدي طاكوس واحد وكاينين وليداتنا كاين اللي كياكل غنصو يربعوها. هادي اللهم بهاد الطريقه هادي احسن، اللي بغى شي حاجه ياكلها واللي شاط يتنكل. المهم البنات انا كنت ديجا قاليه البطاطا على هاد الشكل هذا وزدتها مع ديك الحشو باش نعمر. المهم نزيد عليها الصوص ديال الجيريان ووجده الفرماج مربعات وغنبدا نعمرهم. المهم فرماج مربعات قسمتو طريفات بهاد الطريقه، وكنبدا نعمر بمعلقه حتى نكمل الحشوه ديالي كامله البنات بنفس الطريقه وانا كنعمر. هاهما كملتهم. دابا غندهنهم بنفس البيضه اللي درت معاكم باش دهنت السيجار ديالي. غندهنهم كاملين لان ديك البيض والخل كيعطيوهم واحد اللوين زويون، ما كيبقاش ديك الخبز ديال الطاكوس ديك البيوضيه ديالو، حيت غنخشيهم في الفران ما غنديرهمش في بانيني. المهم انا خشيتهم في الفران. ها هو السيجار ديالي البنات وجد كما كتشوفوا، كيجي غزال، واحد المذاق فيه فن 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 ومقرمش. شوفوا البنات، تنتمنى تجربوه. عرفتي بحال كتاكلوا النيم ولا سيجار ديال الحوت ولا بحال هكا. المهم ها هو الكورني ديالي تا هو وجد. شتيو كيفاش اخر بغيت نهز نشارك معكم وحده ولكن سخون بزاف فتنبغي نهز حتى نتحرق، حيت هو غتخليوه في الطاوه حتى يبرد شي شويه طلق راسو وعاد غيتهز ليكم. ما تهزوش السخون باش ما يتفرتش. المهم البنات انا شاركت معكم الطبيله ديال الفطور ديالي. درت كما كتشوفوا، كنت جبت نيت راجلي جاب شويه ديال الشرن حتى هو قليناه، والعصير واتاي اللي ما كيخطاش مائده مغربيه، وشويه ديال الملوي وشليضه. انا تعزيز عليا البصله ومطيشه الصراحه مع الحوت والتميرات، وتنتمنى الطبيله ديالي تعجبكم.